هو ممكن يبقى معايا سهم كسبان وسعره عالي ومش عارف ابيعه؟ هنا هنتكلم عن السيوله في البورصه، واللي معناها سرعه وسهوله تحويل الاصل للكاش من غير ما تاثر على سعره بشكل كبير. السهم اللي سيولته عاليه هو السهم اللي عليه بيع وشراء كتير طول الوقت، يعني في اي لحظه هتلاقي مئات المشتريين جاهزين ان هم يشتروا منه، فتقدر تخرج وتكيش فلوسك في ثواني. اما السهم اللي سيولته منخفضه ده اللي بنسميه سهم تقيل او راكد، بالدال مش بالضاد، وده اللي ممكن تفضل عرضه للبيع بالساعات او الايام، وفي الاخر ممكن محدش يشتري لان الطلب عليه قليل، وساعتها بقى ممكن تضطر تنزل السعر جامد، لانك وقتها بيكون هدفك انك تغري اي حد عشان يشتري، وده بقى بنسميه مخاطر السيوله. علشان كده المستثمر الشاطر مش بس بيبص على سعر السهم، لازم كمان يبص على حجم التداول اليومي علشان يضمن انه يخرج وقت الزنقه بسعر عالي. طب هقول لك مثال واقعي، لو في يوم قررت تبيع عفش البيت او ذهب مراتك اللي هتطرقع لك، الذهب سيولته عاليه، اي محل صاغه هياخده منك على طول، لكن العفش ممكن يقعد اسابيع علشان يتباع، وغالبا هتخسر في ثمنه. اسمع الخلاصه من اخوك درويش، السيوله هي مدى حجم نشاط التداول على السهم، وهي اللي بتضمن انك تقدر تدخل وتخرج من الصفقه بسرعه، والاهم ان يكون بسعر منصف. وعلشان كده بقول لك اعمل فولو الدرويش تكسب وتعيش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.